متابعينا، مرحبا بكم في قناتنا. اليوم جيتكم فيديو جديد سريع وبنين برشا، وصفة البريك التونسي. اول حاجة باش نعملوها باش نطبقوا المرسوقة نتاعنا على شكل مثلثات كما قاعدين تشوفوا. نطويوها الساعة على جناب هكاكا، ومن بعد نكملوا نشكلوا المثلث نتاعنا، وبالطريقة هذيك نكملوا بقية الكعبات. بالنسبة للفرس ذبلنا شوية معدنوس مع بصل، شوية فلفل اكحل، شوية كركم، شوية بطاطا زيادة مصموطة رفسناها، مع شوية جبن باش يجينا ذايب وبنين. نزيدوا للفرس نتاعنا العظم، العظم انتوما وكمية المعدنوس والبطاطا والبصل، ونخلطوهم شوية بشوية يتحل العظم بالكامل. انا هنا نقترح عليكم زيادة سليطة سفناريا وخس وشوية زيتون هكايا وشوية بصل مع البريك، تجي بنينة برشا وكيك يجينا عشاء ولا فطور متكامل. كما قاعدين تشوفوا نكملوا نطبقوا كعبات المرسوقة. فوالا الفارس نتاعنا تخلطت بالكدا، توا ناخذ في صحن اخر كعبة البريك، نحطوا فيها خلطة، نحلوها شوية. انا هنا اخترت باش نزيدها شوية تن هكاكا تعطينا مطعم بنين برشا. بالطبيعة الزيت متاعنا لازم يكون سخون. بعد نحط كيما تشوفوا حطينا الكعبة الاولى في زيت سخون هيك بدات طيب شوية. باش نحط الكعبة الثانية، فوالا هكاكا كما قاعدين تشوفوا قاعدة تبقبق بالكدا. كما قلت لكم البريك نتاعنا ساهل، حتى مرأة تخدم مروحة فيسع نجم تعاونوا في حد شيء، اقتصادي كما شفتوا ما يتكلف حد شيء، وزيت سريع برشا وبنين برشا زاده. كما قاعدين تشوفوا اللون نتاعهم هاك بدا يولي ذهبي. أعزائي المشاهدين، بريكاتنا حضروا هاك عشاء حضر فيسع في أقل من 5 دقائق، واقتصادي، مكونات موجودة في كل دار. حسيلو يعمل 66 كيف، يتقرمش والريحة بنينة. أنا متأكدة دبارة باش تعجبكم الليلة، وما تنساوش تعملوا لنا اشتراك، وصحة وبالشفاء للمتابعين الكل.